انت الشخص المتاح في كل الوقت. هي من جواها مش شايفه كده خالص. انا جايالك من المستقبل وبقولك هتفقدي طاقتك دي. طب لو حد من الشخصيات اللي انا كلمتكم عنهم دلوقتي موجود في حياتك تعملي ايه؟ تلاقيها مطلعه شرار من عينيها، دي بتسحب طاقه. صاحبتي وحبيبتي وكل حاجه. هاكل الكتاكيت، عندي كتاكيت كده هحط لهم شويه ذره. انا حطاكي من ضمن اولوياتي. لا انت قفوشه، انت بتقفشي، لان دي في حياتي وفي حياتك وفي حياه الناس كلها، علشان كل ما كان في علاقه قويه. هلو يا جماعه، رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هقول لك على الشخصيات دي لو موجوده في حياتك انت لسه سايباهم، لسه سايباهم في حياتك، وهقول لك تعاملي مع الشخصيات دي ازاي او تعملي ايه عموما لو هي موجوده في حياتك. ما نبدا اي حاجه، لو انت اول مره تيجي اشتركي في القناه وفعلي الجرس، اعملي لايك للفيديو ده، ويلا بينا نبدا. حاجه سخنه تشربوها مع ان الجو بالنهار حر وبالليل برد. الشتا هيجي امتى؟ هبدأ لكم بأول شخصية أنا متأكدة إن الشخصية دي وأنتي بتسمعيني دلوقتي هي موجودة في حياتك، لأن دي في حياتي وفي حياتك وفي حياة الناس كلها. الشخصية دي اللي بتحطلك السم في العسل، بمعنى إن أنا بهزر وبضحك، بس بقولك كلمة تضايقك في وسط الهزار والضحك ده كأن أنا بهزر معاكي. أنا متأكدة إن الشخصية دي موجودة دلوقتي في حياتك وفي حياتي. خلينا نشرح الشخصية دي عاملة إزاي، وخلينا نقول نعمل معاها إيه. الشخصية دي بتهزر، انا بهزر معاكي. ايه يا بنتي اللي انتي لابساه ده؟ انتي مالك عامله كده ليه النهارده؟ ايه يا بنتي اللي انتي بتقوليه ده؟ طول الوقت بتلاقيها بتنتقد فيكي وبتهزر، بس بتروح رميالك في وسط الهزار كلمه صدقيني انتي هتعرفيها. يعني ممكن يكون حد بيهزر معاكي عادي، ده عادي حد بيهزر معاكي، لكن البنت دي انتي عارفاها دلوقتي وانتي بتسمعيني، انتي هتعرفيها. الشخصيه دي للاسف لو جيتي تواجهيها وانتي بتقولي كده ليه؟ ايه يا بنتي انا بهزر، انتي زعلتي وانت اتضايقتي من هزاري؟ لا انا مش هزر معاكي تاني. لا انت قفوشه، انت بتقفشي. المفروض ان انا اخلي حد في حياتي يتريق عليا لمجرد ان هي بتهزر؟ وخلي بالك لما حد بيقولك كلمه يطلع لك 1 أو 2% من اللي جواه. اعتقد ان انت مش حابه ان يكون في حياتك حد او مش حلو من جواه ناحيتك، كان شايف ان اي حاجه انت بتعمليها وحشه، اي حاجه بتقوليها وحشه، اي حاجه بتلبسيها وحشه. بس صدقيني هي من جواها مش شايفه كده خالص. هي من جواها هي غالبا بتكون غيرانه منك شويه. بس طبعا انا مش بعمم، زي ما انا قلت لك في الاول الشخصيه دي انت هتعرفيها وانا بتكلم معاكي دلوقتي. انت هي لمعت في دماغك كده، جت في دماغك على طول وانا بتكلم. خلينا نخش في تاني شخصيه، وبيتهيألي برضه دي موجوده عندنا كلنا، وهي الشخصيه الاتكاليه. معنى ايه؟ بمعنى ان هي عايزاكي انت اللي تعملي، هي ما تعملش. خليكي مركزه في اللي انا بقوله، هي ما تعملش. هتلاقوا دوشه في الشارع، انا اسفه زي كل فيديو بتاسف لكم على الدوشه اللي في الشارع. بقولك هي عايزاكي انت تعملي، بس هي ما بتديكيش مقابل. عايزاكي انت مثلا تنزلي معاها في حته، بس وقت ما انت تكلميها يلا تعالي نروح، لا اصل انا مش فاضيه، اصل انا مش عارفه، اصل انا. هتلاقيها بتتحجج لان هي مش عارفه، او هي مش يعني عندها حاجه هي مشغوله. هي متعوده ان انا يتعمل لي بس انا ما اعملش. هي متكله عليكي في كل حاجه بقى. ما اعتقدش ان انت هتبقي حابه في حياتك حد يتكل عليكي طول الوقت، ما انت برضو ليكي احتياجاتك. متعوده ان انت اللي هتجيبي لها، متعوده ان انت اللي هتودي لها، متعوده ان انت اللي هتعملي لها، انت هتروحي. انتوا فاهمين قصدي؟ لا يا جماعه، ناخد وندي. اعملي لي زي ما انا هعمل لك، مش لازم 100%، مش لازم انا اعمل لك ال50 وانت تعملي ال50. اديني منهم 20% 30%. ارجوكوا الشخصيه الاتكاليه ما تدوهاش 100%. ارجوكوا ممكن تبقى عندك طاقه دلوقتي، بس مع الوقت صدقيني انا جايالك من المستقبل وبقولك هتفقدي طاقتك دي، وهتلاقي نفسك ما عندكيش طاقه ان انت تديها لنفسك. ليه؟ ما انا ادلع نفسي، اعمل لنفسي، اعمل كل حاجه لنفسي. حب نفسك. دي مش انانيه خالص، والله مش انانيه. خلينا نخش بقى في الشخصيه الثالثه، ودي بقى اللي هي بتكون بترد عليكي وقت ما هي فاضيه، ووقت ما هي مشغوله هي لاغياكي من حياتها تماما. افهموا كلامي بالظبط، لان انا ممكن اكون مشغوله فعلا وما اعرفش ارد على الموبايل على الواتساب كده، بس انا حطاكي في حياتي، انا حطاكي من ضمن اولوياتي. ان في ناس حرفيا هي ما بتكلمكيش غير وهي فاضيه. انا فاضيه هروح اكلم فلانه، مش فاضيه لا مش هكلمها، ومش هتعب نفسي في اني ارد عليكي، لان انا لا. وممكن ما تكونش مشغوله، هي ملهاش مزاج ترد عليكي دلوقتي، ماشي ما عنديش مشكله، ما ترديش دلوقتي، بس انت كمان هتعملي ايه؟ هتردي وقت ما انت تكوني فاضيه برضه. طب انا فاضيه فعلا. لا يا حبيبتي، اعملي نفسك ان انت مش فاضيه. ورايا حاجات، عندي غسيل هنشره دلوقتي، ما استني هرد عليكي بعدين. هاكل الكتاكيت، عندي كتاكيت كده هحط لهم شويه ذره. بس اقصد ان انت اعملي نفسك مشغوله. حاولي ان انت فعلا تشغلي نفسك، يعني هاتي كتب اقريها لو انت بتحبي القرايه، ارسمي، اعملي اي حاجه، اشغلي نفسك. وراكي مذاكره، اقعدي اشغلي يومك بالمذاكره شويه، انزلي اتمشي، هاتي حاجه من تحت، انزلي روحي كلي في حته، اعملي اكل مع مامتك، ساعدي مامتك، اشغلي نفسك. صدقيني هي هتبدا تفكر كده
ايه ده، هي ليه اتشغلت عني، وهتبدا تركز معاكي شويه بشويه، وهتبدا تحس ان هي اللي بتعمله ده ده غلط. تلاقيها عماله تفكر كده وبتكلم نفسها كده وهي مع نفسها، وممكن تلاقيها اتظبطت معاكي شويه. اللي انا عايزه اقوله، ما تبقيش انت الشخص المتاح في كل الوقت. ده في العلاقات عموما، مش صحاب بس، في العلاقات عموما. وانا جايلك من المستقبل، وحقيقي ما تبقيش متاحه طول الوقت. خلي عندك حاجات بتاعتك انت اعمليها، وهتفهمي كلامي ده بعدين والله العظيم. رابع شخصية وهنخليها الأخيرة عشان الفيديو ما يطولش مننا، لو حبيتوا الفيديو هعمل لكم جزء تاني منه. الشخصية دي اللي هي ما بتحبكيش تكوني أحسن منها، صاحبتي وحبيبتي وكل حاجة. بصي كده في عينيها، حد بيقولك حاجة حلوة على شكلك النهاردة، تلاقيها مطلعة شرار من عينيها حرفيا. ليه بقى؟ هي مش عايزاكي، مش عايزه تحسي ان انت احلى منها. لقيتك لابسه حاجه معينه، هتلاقيها مركزه قوي مع الحاجه اللي انت لابساها دي، هتلاقيها متضايقه كده شويه، بس ايه، حلو اللي انت جايبه، بس هتلاحظيها في ان هي طول الوقت مركزه انت لابسه ايه، انت جايبه ايه، جايباه منين، مش عارف ايه. وفي نفس الوقت بتكون متضايقه، وهتلاقيها بدات تقلدك شويه، هتلاقيها بدات من غير ما تقصد. على فكره الشخصيه دي بتكون مش قصدها. مثلا انت اسمك اسراء مثلا، فانا هروح اجيب زي اسراء دلوقتي كذا، هي مش قصدها خالص. هي الحاجه بتفضل تترجم في دماغها، ومع الوقت بتلاقي نفسها بقت نسخه من اسراء، لان هي غيرانه من اسراء، او شايفه ان اسراء دي احسن منها، او انتوا فاهمين قصدي. تعاملي مع حد هو مش حابب ان انت تكوني احسن منه. صدقوني احنا عايزين ناس في حياتنا تكون بتحبنا بجد، تكون من جواها حلو لينا، ما تكونش غيرانه، ما تكونش اتكاليه، ما تكونش ايا كان الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه في الاول. خلونا نحتفظ بطاقتنا، ما تخلصوش طاقتكم مع الناس دي. الناس دي بتسحب الطاقه، صدقوني بيسحبوا الطاقه، بتخليكي ما عندكيش طاقه تديها للناس بجد اللي تستاهل. هتلاقي في ناس حواليكي محتاجه الطاقه دي، لا احتفظي بالطاقه دي للي حواليكي اللي بيحبوكي، لنفسك حبي نفسك، ادي كل حاجه ليكي ولنفسك. دي مش انانيه منك، لا ده حب النفس، ده حاجه حلوه جدا، عشان ما تجيش مع الوقت تفقدي طاقتك على ناس بجد ما تستاهلش ان انت تديها كل ده. طب لو حد من الشخصيات اللي انا كلمتكم عنهم دلوقتي موجود في حياتك، تعملي ايه؟ اقطعي علاقتك بالناس دي، ما تخليهمش موجودين. ده لو ينفع، لو الاوبشن ده موجود ان انت الناس دي ما تكونش في حياتك بجد، اقطعي علاقتك. لو ما ينفعش تقطعي علاقتك، سطحي بقى العلاقات، خلي المكالمات كل فين وفين، ما يبقاش في اسرار ما بينكم قوي، ما تقوليش كل اللي جواكي للشخصيه دي قوي، خليكي كده اللي هو الكلام العمومي قوي ده، ما تبقاش علاقه قويه ما بينكم قوي. علشان كل ما كان في علاقه قويه، كل ما الشخصيه دي قدرت ان هي تقول لك كلام رخم، قدرت ان هي تهزر وترخم، لكن انت ما تديهاش مجال بان هي ما تدخليهاش حياتك قوي. بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم الفيديو ده. اكتبوا لي في الكومنتات، هعمل لكم جزء تاني عن شخصيات تانية اكتر. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير، باي باي.